لو بتعملي الجاتوه وبيفشل معاكي، بيفرول منك، بتكسر منك، ما بتقدريش تتحكمي في التقطيع، الفيديو ده هيفيدك النهارده، اقولك على معلومات كتير تنجح الجاتوه معاكي ويطلع معاكي ناجح 100%. اهم حاجه يا بنات، لو انت اول مره تشوفيني، اول مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. اول حاجه كده بنات، هنعمل صاج 35 في 55. طبعا لو مفيش عندك المقاس ده، يا ريت تدوري على المقاس ده، هيطلع معاكي قطعه الجاتوه مظبوطه 100%، سواء في العرض بتاع الجاتوه او طول الجاتوه. تمام. الجاتوه بتاعي بيبقى 4 في 12، يعني 4 سنتي في 12. بسم الله ما شاء الله، بيطلع معاكي القطعه تحفه. طبعا انتوا هتشوفوها في اخر الفيديو. تمام كده. اول حاجه الصاج بتاعي 35 في 55، هستخدم له 6 بيضات و600 جرام من الاسبونج. تمام. انا بستخدم اسبونج دريم. خلاص كده. هنمشي واحده واحده مع بعض كده عشان الجاتوه يطلع معاكي ناجح 100%. لان في ناس كتير جدا بتسالني، هو ليه الجاتوه بيفرول مني؟ ليه الجاتوه لما اجي اعمله سويسرول يتكسر مني؟ ليه مثلا لما باجي اقطع الجاتوه بتاعي القطعه بتميل؟ حاجات كتير هنقولها سوا مع بعض، وهنشوف وهنوصل للخطأ اللي احنا بنعمله، ونحاول ان احنا نصلحه مع بعض. تمام كده. اول حاجة كده، جبت الصاج بتاعي، جبت المقادير بتاعت 600 جرام من الاسبونج، 6 بيضات يكون حجمهم كبير، معايا معلقة محسن جل، معايا نص كوباية من المية والفانيليا. هضرب ده كله في العجان، سواء بالكف او بالشبكة. تمام. ده كويس وده كويس، يعني تقدري تشتغلي بدي وتقدري تشتغلي بدي، ده في حالة ما يكون عندك عجان. طب لو انا ما عنديش عجان وعايزة اشتغل بمضرب، ونفسي افتح المشروع ده، ونفسي اشتغل، ونفسي حاجات كتير جدا جدا، روحي تشتري مضرب يكون القوة بتاعته عالية. لو القوة بتاعته ضعيفة بلاش تشتغل، لان هتهدري خامات، هتهدري وقت على الفاضي، مش يعني بصوا مش هتكسبي، ف يعني هتندمي في الاخر يعني. لكن لو انت عايزه تشتغلي صح، تبتدي صح. انا اول ما اشتغلت كان عندي مضرب كهربائي، كان عندي مضرب ضعيف، فما كنتش بكسب اصلا، يعني انا كنت يعني شوفوا كل اللي كانت واخده الموضوع زي تسالي كده، والموضوع قلب معايا بجد. تمام. انا عملت مشاريع كتير جدا جدا، وبصراحه ما لقيتش نفسي في اي مشروع من اللي انا عملته الا المشروع ده. تمام. ف يعني بص، انا كنت واخداه تسالي، فالحمد لله الحمد لله الناس عرفتني، وابتديت ان انا اشتغل. فكان عندي مضرب، يعني القوه بتاعته ضعيفه خالص، فما قعدش معايا الحمد لله يعني 3 شهور وباظ. فروحت جبت واحد كنود، كان تقريبا ايامها من سنتين كده، كان ب 800 جنيه، دلوقتي معدي ال1000 ونص. تمام. بس القوه بتاعته كانت عاليه شويه لحد ما يعني. بس بصوا، والله يعني انا عن تجربه ليا، لو انت حابه ان انت فعلا تبداي الشغل ده، ابدأي بعجان. تمام. لان المضرب هيهدر معاكي خامات، وهيهدر معاكي وقت. بصوا مش يعني المضرب ده عايزك واقفه ماسكه المضرب كده لغايه ما تخلصي الاسبونج كله، وتدخلي تدخلي الفرن. مفيش وقت طبعا انت تجيبي بقى الصاج، تفرشي الصاج بتاعك، تولعي الفرن، تبصي مثلا لو انت عايزه تغسلي صاج، تعملي اي حاجه، تجيبي حاجه من ورا او تطلعي تجيبي حاجه من بره. انت فاهماني؟ بيخليكي وقتك كده مضغوط، يعني ما انتش عارفه تعملي حاجه يعني حوالين المضرب. لكن العجان انت بتحطي خاماتك كلها فيه، وتروحي تشوفي طبعا تولعي الفرن، تعملي الصاج بتاعك، تظبطي اي حاجه. ف موفر جدا في الوقت وفي الخامات، وموفر في كل حاجه. كمان لو قدرتي ان انت تجيبي عجان، وابتديتي المشروع بتاعك صح وكده، يبقى جزاك الله خير يعني. يعني بصوا هترتاحي معنى اصح يعني. تمام. المهم يا بنات، بعد ما ضربت الاسبونج بتاعي في العجان، بيتضرب مدة قد ايه؟ خلاص، لان دي برضو حاجات تخليكي بصوا الجاتو بتاعك يكون ناجح. هتضربيه قد ايه؟ في ناس يقولك اضربيه من 10 ل 12 دقيقة، لا طبعا مش صح الموضوع ده. هتضربيه ازيد يعني عن طاقته، هيسيح معاكي. خلاص، انا عايزة الاسبونج بتاعي يكون متماسك وحلو. خلاص، انا بضربه يعني من 4 ل5 دقايق، اكتر من كده مفيش. خلاص كده. انا طبعا فرشت الورق حواوشي في الصاج بتاعي، ولان الصاج بتاعي مجلفن، مش الومنيوم. تمام. وسواء برضك لو الومنيوم بتفرشي، لازم تفرشي ورق حواوشي. كنت مشغله طبعا الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه، الصاج بيدخل على درجه حراره عاليه. تمام. سواء بقى اي مقاس عندك بيدخل على درجه حراره عاليه. بيقعد معايا من 12 ل 15 دقيقه، حسب طبعا حجم الصاج عندك. لو صاج كبير فبياخد
وقت في الفرن وكده. خلاص كده باطلّع بقى الصاج بتاعي باسلّكه من الجوانب، أهم حاجة سلّكيه من الجوانب ورق حواوشي كده على وشه، وتقلبي الصاج بتاعِك على الرخامة زي ما أنتم شايفين. باقلب بقى الصاج بتاعي، طبعًا أنا كنت محتاجة طبقة فانيليا وطبقة شوكولاتة، فأنا قسمت الإسبونج بتاعي على نُصّين، نُص فانيليا والنُص التاني حطيت معلقة كاكاو أسباني خام عليه وقلّبته وحطيته في النُص التاني من الصاج ودخلته الفرن. خلاص زي ما انتم شايفين كده طلع معايا بسم الله ما شاء الله ارتفاع حلو جدا. يعني بصوا الاسبونج طري جدا، مش طري ان انت مش تقدري انت تشتريه، هو بصوا مظبوط معايا دلوقتي عشان انا مظبطه الميه بتاعته. خلاص كده الميه لو زودت الميه بتاعه الاسبونج بتاع الجاتوه بيفرول منك وتيجي تشيلي الطبقة مش هتقدري ان انت تتحكمي في الطبقة بتاعتك. دي حاجة. تاني حاجة لو انت مثلا زودتي نسبة المحسن في الاسبونج بتاعك برضو هيبوظ الاسبونج بتاعك وهيفرول معاكي جدا. وكمان الفرن، لو الفرن بتاعك درجة الحرارة بتاعته او مثلا انت دخلت الصاج وما قعدش معاكي الوقت اللي هو المطلوب ان هو الاسبونج بتاعك يتحط في الفرن، هيطلع معاكي برضو مش حلو، وهيطلع معاكي بصوا مش هتقدري ان انت تتحكمي فيه ولا تقطعي فيه. تمام. تاني حاجة لما تيجي تجلسي الجاتو بتاعك لازم الكريمة بتاعتك تكون متماسكة، لان لو الكريمة بتاعتك يعني بصوا طرية جدا هتيجي تقطعي الجاتو بتاعك حتى لو حطيتيه في الفريزر. يعني اول ما بتحطيه في الفريزر الكريمة يعني اكيد بتجمد. تمام. بس انت طبعا يعني شيليه كده حطيه على الرخامة بس 5 دقايق او 10 دقايق هتلاقي الكريمة بقت طرية تاني وبتحسها مية. طب انا دلوقتي عايزة اقطع الجاتو بتاعي، تقطعيه ازاي لما الكريمة بتاعتك تكون طرية؟ ما هو مش هتعرفي تقطعيه، فبالتالي لما تيجي تقطعيه هيميل منك يمين وشمال. خلاص. المهم ان انا بعد ما جلست بقى الجاتو بتاعي بالسكرابر كده من فوق كده، ان انا امشي السكرابر بتاعي على سطح الجاتو. اهم حاجه تكوني مسويه الطبقه اللي تحت بتاعت الكريمه اللي في النص والطبقه اللي فوق، خلاص، بحيث ان ما يبقاش عندك حته واخده كريمه كتير وحته يعني قليله من الكريمه. خلاص. دخلت طبعا الاسبونج بتاعي بالكريمه بعد ما جلستها كده، حطيته في الفريزر لغايه ما شد معايا، وابتديت ان انا اعمل بقى ايه اطعم في الجاتو. انا ممكن مثلا ايه اعمل الصاج احط عليه جناش شوكولاته وكله في ثانيه كده وخلاص يبقى طعم واحد. انا مش حابه كده ومش عايزه كده، لان انا عايزه مثلا الزبون اللي جاي ياخد مني شغل يبقى واخد دستة جاتو واخده من الاطعم كلها. خلاص. يبقى انت عندك جيلو كراميل وعندك جيلو فراولة وعندك جيلو شفاف، وفي عندي ده كان جيلو ايه، ما عدتش فاكره. المهم ان هو زي مربى الحليب كده. خلاص كده. الابيض ده هنعمله طبعا دلوقتي بايه مش عارفه بايه. المهم ان انا جيت دلوقتي هقول لكم دلوقتي نقطع بقى الجاتو بتاعنا ازاي عشان ما يميلش معاكي يمين وشمال. بصوا يا ست الكل، انا معايا الطرنش بتاعي الكبير ده، على فكره الطرنش ده بصوا رخيص جدا، انا كنت جايبه 35 جنيه بس الكلام ده من سنتين. خلاص. يعني انت يوم ما تجيبي دلوقتي هتجيبه 50 جنيه، يعني رخيص مش غالي. المهم ان انا عندك حلين. خلاص. يا عندك ميه سخنه جدا من في الحنفيه، خلاص، تغسلي الطرنش بتاعك بميه سخنه جدا وبفوطه مطبخ كده جنبك تمسحيه من الميه وتقطعي. خلاص. يا تغسلي الطرنش بتاعك او عندك فوطه مطبخ تكون مبلوله ميه. خلاص. يعني ايه يعني مش ميه كتير بقى، ميه بسيطه كده تمسحي الطرنش بتاعك. انا بصراحه هقول لكم انا بعمل ايه، اللي انا بعمله بصراحه يعني انا بغسل الطرنش بتاعي كل تقطيعه وتقطيعه بغسله. خلاص كده. وبروح على عندي مثلا فوطه مطبخ نظيفه مش مبلوله ميه، خلاص، بمسح الطرنش بتاعي من الميه واروح فاتحه عين البوتاجاز. خلاص. وامشي الطرنش بتاعي على عين البوتاجاز. خلاص كده. لما يسخن ابدا ان انا اقطع فيه زي ما انتم شايفين كده، قطعه طبعا شايفينها عامله ازاي. بصوا بقى الصاج بتاعي ده يطلع 14 قطعه ما يطلعش 12. الصاج ده 35 في 55 يطلع معايا 14 قطعه. خلاص. بيطلع قطعتين في النص كده يعني بس انا تلاقي ايدي زاغت شويه كده. خلاص. فبيطلع معايا 14 قطعه في صاج 30 في 5 30 في 50. هوريكم دلوقتي برضو هنعمل دستة جاتوه من الصاج ده، هوريكم القطعه دي والقطعه دي.
ما شاء الله اللهم بارك. يعني انتوا شايفين اصلا الجاتوه، حجم الجاتوه عامل ازاي، ارتفاع الجاتوه، تقطيعة الجاتوه. لان انا زي ما قلت لك انا بغسل الترانش، بنشفه في فوطة مطبخ نظيفة مش مبلولة مية، بمشي الترانش بتاعي على عين البوتاجاز واقطع زي ما انتوا شايفين بورق بقى من بتاع الجاتوه، فرشة الجاتوه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا دستة زي ما الكتاب قال، اقسم بالله دستة تحفة. يعني اصلا المحلات اما بتيجي تطلع دستة جاتوه ما بتطلعهاش في كرتونة 30 في 30، انا بطلعها في في كرتونة 30 في 30. انا بطلع دستة الجاتوه دي بكام؟ ب250 جنيه. طب المقاس التاني بقى اللي انا عملته ده كان صاج مقاس 30 في 50، تمام؟ يعني ناقص 5 سنتي من الطول و5 سنتي من العرض. واوريك برضو حجم قطعة الجاتوه ده، وانت شفت طبعا حجم قطعة الجاتوه المقاس الكبير. خلاص المقاس اللي انا وريته لكم من شويه اللي كنت حاطاه في الكرتونه ده كان ب250 جنيه. التست اللي انا بعملها دي دلوقتي عاملاها من صاج 30 في 50، بس للاسف ما صورتش معاكم الاسبونج. بس ده بمقادير والصاج التاني بمقادير. يعني الصاج الاولاني ب6 بيض و600 جرام من الاسبونج، الصاج ده بعمله ب5 بيضات و500 جرام من الاسبونج. تمام كده. ان شاء الله برضو كان انزل لكم فيديوهات كتير للجاتو سواء للمقاس ده او للمقاس ده. خلاص جيت بقى عملت برضك 4 أطعم كده زي ما انتم شايفين، كراميل وفراولة ومانجا، وجبت جيلو من التلميع او جيلو شفاف، حطيت عليه نقطة بسيطة كده من جيلو الفراولة، وعملت زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا هاقطّع الدستة التانية، وزي ما قُلت لِك بالضبط باغسل الطرنش بتاعي، بانشّفه في فوطة مطبخ نضيفة، بامشّي الطرنش بتاعي على عين البوتاجاز إن أنا أسخّنه. طَب أنا مش عايزة أعمل مثلًا على عين البوتاجاز، لو عندِك مثلًا حاجة كبيرة، مثلًا جردل، عندِك مثلًا شفشق كبير، تقدري إن أنتِ مثلًا أو دُرَق تحطي فيه مَيّة سخنة بتغلي كده وتحطي الطرنش فيه، تمام. بس أنا بصراحة مش باحب الحاجات دي خالص، شغل المصانع ده أنا ما باحبوش بصراحة، والله العظيم. أنا ورايا الحنفية باغسل الطرنش بتاعي، بانضف بانشفه من المَيّة في فوطة مطبخ نضيفة، وأمشّي الطرنش بتاعي على البوتاجاز. بتيجي تبصوا تلاقوا السكينة نضيفة، ما فيش بقى طبعًا فيها بواقي كريمة ولا الكلام ده خالص. إحنا بنشتغل شغل، إحنا عايزين شغل بصوا على الرايق كده، بمعنى أصح. يعني مش عايزين إحنا شغل المصانع ده. مش عايزة أقول لكم إن أنا والله العظيم باشوف كمية فيديوهات شغل المصانع مش عايزة أقول لكم. خلاص يعني تخلّي الواحد كفيل كده إن هو يسيب الشغلانة بمعنى أصح يعني. بس بسم الله ما شاء الله، والله كل اللي خَد مننا شغل وكل اللي أخد أكل من عندنا جاتوه وتورت، يعني ما شاء الله يعني بيشكّر في الشغل بتاعنا، لإن ما شاء الله الشغل بتاعنا غير يعني. وأنتم أصلًا شايفين الشغل عامل إزاي، أصلًا ارتفاع الجاتوه، الfinish بتاع الشغل، التقطيع، التزيين، بُصّوا كل حاجة كده أحلى من المحلات بمراحل، تمام. وأنتم اللي هتحكموا وأنتم اللي هتقولوا بنفسكم. خلاص هابدأ بقى إن أنا أجيب الكرتونة بتاعتي، وأبدأ إن أنا أحط بقى الجاتوه بتاعي. كان مطلوب مني طبعًا نُصّين، نُص ونُص. خلاص شوفوا ارتفاع أصلًا قطعة الجاتوه عامل إزاي، شوفوا الحلاوة، شُفتوا الطعامة، إيه ده! والله تحفة، مش عشان أنا اللي باعمل ولا باشكّر في نفسي، ما شاء الله اللهم بارك. يعني تحفة سواء شكلًا وطعمًا وموضوعًا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، أترككم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.